واش فيغو فعلا كان خائن ولا كاينه قصه اخرى ما كيعرفوهاش بزاف ديال الناس؟ القصه بدات في صيف سنه 2000 ملي ريال مدريد كان كيوجد انتخابات ديال الرئيس. فلورنتينو بيريز كان واحد من المرشحين باش يربح ثقه الجماهير. خرج بوعد ما كان حتى واحد متوقعه، وقال الا وليت رئيس غادي نجيب لويس فيغو لريال مدريد. بزاف ديال الناس ما صدقوش هاد الهضره، حيت فيغو كان من اكبر نجوم برشلونه وما كان حتى واحد كيتوقع يمشي لريال مدريد. ولكن في الحقيقه بيريز كان محضر لكل شيء من قبل. من بعد تواصل بيريز مع وكيل اعمال فيغو وداروا اتفاق بيناتهم، اذا ربح انتخابات فيغو خصو يوقع ريال مدريد، اذا رفض غيخلص مبلغ كبير. فيغو وافق على العقد ولكن ما كانش عارف جميع الشروط اللي فيه. ولكن اللي ما كان متوقع حتى واحد هو ان بيريز ربح انتخابات، ومن ثم فيغو ولا خاصو يختار يا اما يمشي ريال مدريد يا يخلص غرامه كبيره. وفعلا بيريز خلص قيمه الشرط وفيغو ولا لاعب ريال مدريد. ولكن اكبر صدمه هي ملي رجع فيغو للكامب نو، وهذه المره بقميص ريال مدريد. ردة فعل جماهير برشلونة كانت قوية بزاف، صافرات قوية والسب حتى القنينات بقاو كيرميوها من المدرجات. واللحظة اللي كان غادي ينفذ فيها ركنية ترمات حداها رأس خنزير، وهاد اللقطة بقات من أشهر لحظات كرة القدم. ومن داك النهار بزاف ديال جماهير برشلونة بقات كتشوف فيغو كرمز للخيانة. ودابا جا دورك، واش فيغو كان فعلا خائن ولا الظروف هي اللي فرضات عليه هذا القرار؟ خلي لي رأيك في لي كومونتير.